البيت الإبراهيمي يا جماعة اللي تم افتتاحه في الإمارات ده عبارة عن مكان هيضم 4 مباني. المبنى الأول معبد يهودي باسم موسى بن ميمون، وده حبر من أحبار اليهود كان عايش في مصر زمن صلاح الدين. والمبنى التاني هيبقى عبارة عن كنيسة باسم فرانسيس بابا الفاتيكان. والمبنى الثالث هيبقى مسجد باسم الإمام الطيب شيخ الأزهر. والمبنى الرابع بقى وده أس البلاوي كلها هيبقى مبنى الثقافة والعلوم. ومش هنشرح بقى الفكرة بتاعته جت منين أصلا وبدايته كانت إزاي، لأن هو خلاص بقى أصبح أمر واقع، فخلينا في المهم. إيه الهدف من البيت الإبراهيمي أصلا؟ الكلام اللي جاي دوت هم اللي قالوه مش أنا. الهدف إننا ننبذ الخلاف ما بين الأديان الثلاثة اللي هم الإسلام والمسيحية واليهودية، ونعيش جميعا تحت سقف الإنسانية. طيب هنعمل إيه بقى عشان ننبذ الخلاف ده اللي بتقولوا عليه؟ أول حاجة، بما إن اليهود لا يؤمنوا بعيسى والنصارى لا يؤمنوا بمحمد والمسلمين لا يؤمنوا بإن عيسى إله أو ابن إله، فكده الخلاف أصبح على الأنبياء الثلاثة. فتعالوا نفضها سيرة وننسب نفسينا لسيدنا إبراهيم، لأن الأديان الثلاثة متفقة عليه إن هو نبي. وتاني حاجة، تعالوا نغض الطرف عن كل النصوص الدينية اللي بتعمل خلاف ما بيننا ونلغيها خالص. يعني انت كمسلم ما ينفعش تكفر حد نهائيا، ما ينفعش تقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ما ينفعش تقول ان الدين عند الله الاسلام، لازم تعترف بدينهم هم كمان. ما ينفعش تقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، لان الجنة يا حبيبي مش حكر على المسلمين بس. ما ينفعش تقول اي آية فيها كلمة جهاد، لان دي كده دعوة للعنف والكراهية. الكلام ده كله تنساه خالص، والايات دي كلها تنساها. احنا بس هناخد المبادئ العامة من كل دين ونعمل لك ميكس بينهم، هنشرحه لك بالتفصيل في مركز العلوم والثقافة اللي هو المبنى الرابع. دي باختصار يا جماعة قصة البيت الإبراهيمي زي ما هم قالوا في المواقع بتاعتهم ولقاءاتهم. والكلام ده كله من المنظور الشرعي كفر بالله صريح. ومن يؤمن به من المسلمين فقد خرج من ملة الإسلام قولا واحدا. اولا انا كمسلم ما اقبلش اني انسب نفسي لاي نبي غير سيدنا محمد، هو نبي الاسلام وعليه انزل القرآن. ليه انسب نفسي لسيدنا ابراهيم؟ نتبع ملة ابراهيم حنيفة، يعني نتبع ابراهيم في توحيد لله. ولكن اني اتجاهل نسبتي لسيدنا محمد عشان خاطر ارضي ناس قالوا عليه كذاب، ده مستحيل. هو سيد الخلق وامام الانبياء صلى الله عليه وسلم. والحاجة التانية اني ما ينفعش اصلا اوافق على ادعاء اليهود والنصارى ان اديانهم منسوبة لسيدنا ابراهيم، لان القرآن كذبهم. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فمعنى قبولي بالبيت الابراهيمي كمسلم معنى كده اني قبلت قولين بان ابراهيم كان يهودي او نصراني، وده مخالف لصريح القرآن. اما بقى مسألة ان احنا نلغي الايات والنصوص اللي بتعمل خلاف ما بيننا لحد قولهم، فيعني مفيش ابلغ من رد ربنا عليهم: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ومادام هم بيدعوا للكفر بشكل صريح، يبقى احنا كمان لازم نرد عليهم بشكل صريح ونقول لهم إن الله واحد أحد لم يلد ولم يولد ومن ينسب له الولد فهو كافر بنص القرآن، وإن الجنة مش هيدخلها غير المسلمين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وإن الجهاد في سبيل الله بضوابطه الشرعية من أعظم الأعمال وأقربها إلى الله، وإن أي آية أو حرف أو نقطة في القرآن لازم نؤمن بيها وبنعتز بيها جدا، وأي حد من المسلمين هينكر حرف واحد بس من القرآن فقد خرج من ملة الإسلام قولا واحدا، وإن دعوتكم تحت مسمى البيت الإبراهيمي والإنسانية دعوة سامة كاذبة هدفها هو هدم عقيدة الإسلام، ومن يؤمن بها من المسلمين فهو كافر. الإنسانية موجودة في الإسلام، وكفالة حق المعتقد لغير المسلمين موجودة في الإسلام. الإسلام دين متكامل مش محتاج ان انت تضيف عليه او تشيل منه. قال عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الكلام ده احنا مش بنقوله دعوة للعنف او الكراهية، الكلام ده ليه ضوابط واصول، ولكن مادام هم عاوزين يشوهوه فلازم احنا كمسلمين نجهر بيه بشكل صريح وواضح. الموضوع يا جماعة مش أفورة مني ولا دي ناس بتهدي على النت وخلاص، الموضوع بقى مبنى موجود فعلا على أرض الواقع، ليه كيان وليه دعم دولي وليه مؤيدين، فما بقاش ينفع تعليقات بقى الحسبنة ولنا الله والجو ده ما بقاش كفاية. الناس يا حاج صرفة مليارات عشان خاطر تهدم دينك وعقيدتك، وقريب جدا على فكرة هتلاقي الدين الإبراهيمي دوت معترف بيه في البطايا عادي جدا. لازم نقف قصاد الفكر دوت ونبين فساده في كل حتة ولكل الناس. أقسم بالله ربنا هيسأل كل واحد فينا أنت عملت إيه ساعتها. لازم نعلم أولادنا ونأسسهم على العقيدة الصحيحة عشان لما يكبروا يعرفوا يميزوا ويعرفوا الحق من الباطل، وما يتخدعوش بالدعاوي الفاسدة ديت والكلام المزوق ده تحت الإنسانية والمحبة والإخاء والكلام ده. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. البيت الإبراهيمي باطل، البيت الإبراهيمي كفر بالله، البيت الإبراهيمي معمول لهدم عقيدة الإسلام. اللهم بلغت، اللهم فاشهد.